السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. وعلشان تكمل سفرة رمضان في حلوياتك هنعمل النهاردة مع بعض صينية كنافة بالقشطة، أسهل وأسرع طريقة لعمل الكنافة بالقشطة. تعالوا نبدأ الأول بعمل الشربات. وزي ما احنا متفقين الكوباية اللي هنستخدمها هنعاير بيها جميع المكونات. هناخد من الكوباية دي كوبايتين من السكر، وهنضيف عليهم كوباية من المية من الحنفية عادية لان شربات الكنافة بيبقى تقيل شوية. وهنزود عليهم 3 معالق كبيرة من عسل الجلوكوز، ده بيدي تقل ولمعان للشربات بتاع الحلويات. وعسل الجلوكوز متوفر عند اللي بيبيعوا مستحضرات الحلويات او عند العطار. ونخلط المكونات كويس ونرفع الحلة بتاعتنا على نار هادية ونخليهم يغلوا لمدة 10 دقايق. وبعد ال10 دقايق هنضيف لهم عصير نص ليمونة، وبعدين نسيبهم يغلوا شوية تاني ونروح طافيين النار وضايفين كيس من الفانيليا. ومعايا هنا نص كيلو من الكنافة، حطيتها في الفريزر لغاية ما جمدت وبعدين كسرتها بالشكل ده. انا مش عايزة افرمها ناعم ولا عايزاها تبقى خيوطها طويلة زي ما هي، انا عايزة اكسرها وتبقى خيوط صغيرة. ومعانا كوباية من السمنة البلدي دايبة، انت ممكن تستخدمي زبدة عادية، انا حبيت اعملها بالسمنة البلدي. وهضيف على السمنة بتاعتي معلقة من عسل الجلوكوز. هحط كده العسل وادوبه. السمنة بتاعتي دافية يعني سخنة، مش دافية، سخنة، درجة السخونة اللي ايدينا تستحملها واحنا بنقلب السمنة في الكنافة بتاعتنا. هنرش كده السمنة بعد اما دوبنا فيها العسل وهنقلب. العسل ده هيخلي الكنافة تبقى ماسكة مع بعضها، ولما نفردها في الصينية بتاعتنا تبقى عاملة طبقة متماسكة. معانا هنا صينية الفرن دهنينها من السمنة اللي احنا ضفناها على الكنافة، وهنبدأ نوزع فيها طبقة من الكنافة. الطبقة دي لازم نبقى كابسينها في الصينية كويس بايدينا، وكمان هنعمل جناب عالية للكنافة بتاعتنا. الجناب مش عالية قوي بس هنعليها علشان لما نحط القشطة يبقى الجناب العالية عاملة حاجز. وهنضيف في حلة 3 كوبايات من اللبن، ونضيف عليهم 3 معالق كبيرة من السكر. نسبة السكر دي كانت بالنسبة لي مظبوطة، لو انتوا حابين تزودوا السكر شوية مفيش مشكلة. وحطينا 3 معالق كبيرة من النشا. وهندوب الخليط كله على البارد، وبعدين هنرفعه على نار متوسطة، ونفضل طول ما الحلة على النار نقلب فيها لغاية ما المكونات بتاعتنا تدوب وتمتزج والخليط سمكه يتقل شوية. وبعد ما يتقل سمك الخليط ممكن تضيفوا معلقة من الزبدة وممكن تستغنوا عنها. وناخد الخليط وهو لسه سخن ونضيفه على الكنافة بتاعتنا مباشرة، ونسيبه لما يهدى شوية ويبدأ يمسك في بعضه علشان نعرف نفرد الطبقة التانية. وبالراحة كده نحط الطبقة التانية ونحاول نضغطها برضو في الصينية بتاعتنا. واحنا بنضغط ننتبه ان احنا نبقى بنوزع الكنافة وبنثبت الكنافة في الصينية، لكن ما نضغطش بتقل شديد علشان الكريمة بتاعتنا ما تطلعش من تحت الكنافة. وبعد ما فردنا الطبقة التانية من الكنافة وضغطناها بايدينا وتنينا الجناب العالية اللي احنا كنا عاملينها على طبقة الكنافة علشان تبقى مقفلة على القشطة، هناخد الصينية بتاعتنا ونحطها في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200. الصينية بتاعتنا هتاخد مننا نص ساعة بالظبط في الفرن. وبعد النص ساعة هتطلعوها هتلاقوا الكنافة بتاعتي خدت لون ذهبي من فوق ومن تحت. ودي كده الصينية بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن. ولو انتوا حابين ان اللون بتاعها يبقى اغمق من كده شوية سيبوها في الفرن شوية كمان لغاية ما توصل لدرجة اللون اللي تعجبكم. طبعا الشربات بتاعنا بارد والكنافة بتاعتنا سخنة ولسه طالعة من الفرن. هنسقي الشربات للكنافة. الشربات بتاعنا سمكه بيتقل بعد ما بيبرد ومش هنحطه منه كتير، احنا يدوب هنراعي ان احنا نوزع الشربات على كل الكنافة في الصينية، لكن ما نزودش زيادة عن اللزوم من الشربات.
انا بحب كمان اغطي الصينية علشان الشربات بيطلع السخونة اللي في الكنافة، فبحب اكتم السخونة بحيث ان الكنافة تفضل طرية من فوق ومن تحت، والوش بتاعها مش بينشف نهائيا وبيفضل طري جدا. هنسيبها كده لغاية ما تشرب الشربات وتبرد معانا، وبعد ما بتبرد بنشيل الغطا او الفويل اللي احنا مغطيين الصينية بيه. ولو عايزين نزوقها بحاجات بسيطة مفيش مشكلة، مش عايزين نزوقها براحتنا، وممكن نقلبها في سيرفيس تاني بحيث ان هي تبقى مقلوبة واخدة الشكل بتاع الصينية من تحت. انا حطيت كريز وعين جمل، انت ممكن تحطي اللي انت عايزاه. هنقطع بقى الكنافة كده مع بعض علشان نشوف طبقة القشطة مع طبقتين الكنافة عاملة ازاي. لونها ذهبي جميل، الكنافة طرية من فوق ومن تحت مش بتفتفت معانا. بصوا طبقة القشطة شكلها جميل قوي. ممكن بقى كل قطعة كده نقطعها نحط على وشها مكسرات، نحط عليها كريز، ممكن نحط عليها كريمة، ممكن نحط عليها حتة ايس كريم، ممكن ناكلها كده مع حاجة ساقعة، ممكن ناكلها كده مع عصير. ابدعي بقى وكليها بالطريقة اللي تعجبك وتخليكي تستمتعي بأكل الكنافة بتاعتك. كده الكنافة بتاعتنا خلصت في دقايق معدودة وما خدتش معانا مجهود ولا جهد، وعجبت كل اللي كلوها. طعمها لذيذ وخفيف ومش تقيلة نهائيا، والسكر بتاعها من القشطة والشربات بتاعها السكر مظبوط جدا. وخلصت وصفة النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم. ولو عجبتكم هستنى ان انتوا تعملوا شير ولايك للفيديو وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.